طبعا الاخبار كتيره جدا من الموسم اللي فات لحد النهارده بتتكلم عن محمد صلاح وانتقاله لنادي الاتحاد، بس المره دي انا جايب لكم الخبر من صحيفه الديلي ميل البريطانيه، وكمان اللي بيتكلم في التقرير اللي لسه عاملاه صحيفه الديلي ميل من شويه هو مدافع سابق لليفربول ويعتبر من اساطير النادي مارك لورنس. عمنا مارك لورنس ده بقى شايف ان محمد صلاح بنسبه 100% السنه دي هيروح للاتحاد وهيتنقل في الانتقالات الصيفيه القادمه باذن الله مقابل 200 مليون استرليني. وهو شايف ان نادي الاتحاد حاطط محمد صلاح على قائمه اولوياته السنه دي، وانه ان شاء الله بنسبه كبيره جدا، مش بنسبه كبيره، بنسبه 100% محمد صلاح في نادي الاتحاد باذن الله رب العالمين في الموسم القادم. وشايف كمان ال 200 مليون استرليني دول رقم كبير جدا، وان الرقم ده هيساعد النادي في انه يجيب 2 أو 3 لعيبه يعوضوا محمد صلاح او يعوضوا اي مركز تاني الفريق محتاج تدعيم فيه. فلما صحيفه الديلي ميل تتكلم اعرف كده انه بنسبه كبيره جدا